وقت الكيس ستادي. دراسة حالة يا جماعة، عملنا $18,000 في 3 أسابيع. يلا بينا. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. بقالنا كتير قوي 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 ما عملناش دراسه حاله. مش معنى كده ان احنا ما بنعملش ريزلتس، عيب. ده احنا متالقين على الانستجرام، هتلاقي كل السوشيال ميديا بتاعتنا تحت. بس انا قبل لما يعني نسويتش، لان انا مش هطلع تاني على اليوتيوب بشكل مستمر، لاني خلاص الحمد لله ربنا ناس طلاب قبل كده وناس متدربة كويس قبل كده ان هي تطلع وتتكلم وتشرح وتنقل معلومة، عشان انا هخش مجالات تانية كتير قوي 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 قوي، ومش عايز اهد صرح او اهد قناة انا تعبت فيها، فكنا بنجهز لها. بس الفكرة كلها عملنا كيس ستادي على رواق. بس انت يا سيف قلت لنا طلاب، ما هو قبل لما اخش في الكيس ستادي بتاعتنا خليني انا اقول مفاجأة قد تكون وحيدة في الوطن العربي، وهقول لكم انا الفيديوهات التانية قبل لما اروح معلش هقرفكم بالبروجرام ده او الاوفر اللي انا هعمله لكم ده، لان هو وحيد في عالم الدروب شيبينج تماما. انا هغزو العالم بالكوتشنج بروجرام ده. ايوه كوتشنج بروجرام، ايوه ما انا عامل تدريب. خليني اروح اقول لك عليه اكتر. فرصة من فرص اللي استحالة تتفوت في 2023 و 2024. من خبرتي في الكوتشنج بقالها 3 سنين. عايزك تبعتيلي الليست بتاعت البرودكتات دي كلها في علي اكسبرس. اوكي. وراك يوم الاحد. ماشي، الله يكرمك. ماشي ان شاء الله، توكل على الله. السلام عليكم. اي والله الصراحه امانه الله يعني اليوم الوضع مختلف تماما، ما في اي. لا اللي جاي بقى احسن بكتير. فوجئت انه كتير قوي كوتشنج كورسز، ومن خبرتي اجي اقول لك ان احنا عاملين بروجرام استحاله يتفوت. الحياه عباره عن فرص، وانا جايب لك فرصه يعني لو فوتها يبقى فوتت فرصه كبيره في الدروب شيبينج. ان انا ناوي ان انا ادي كوتشنج بس ريسك فري، مبني على خبرتي، مبني على تجارب، ومستحيل انا هخش اللعبه دي غير لما اكون انا عايز اديلك قيمه. زي ما نقول كده سر الخلطه هيضمن لك ان انا هجيب لك مبيعات في الكوتشنج بروجرام، في التدريب الشخصي، لا اما هرجع لك فلوسك. يعني يا سيف انت بتقول لي اخش معاك واجيب نتيجه، اجيب ريزلتس في الشوبيفاي، يعني تبقى باينه قدامي، لا اما انت هترجع لي فلوسي. ايوه دوس على اللينك تحت عشان تعرف اكتر. وبس كده خلصنا الانترودكشن. خلينا بقى نروح للسكرين ونشوف احنا عملنا ايه. اديكوا شايفين كده من يوم 16 ليوم 3 عملنا $18,225. الكيس ستادي دي يا جماعه احنا خسرنا فيها فلوس وكسبنا فيها فلوس، بس التوتال اوفرول كسبنا، وهنتكلم على الارقام بتاعتنا في اخر الفيديو كالعاده. الفيديو النهارده او حلقتنا النهارده هتمشي على 4 اجزاء او نقول 5 اجزاء. اول حاجه ايه قصه الستور ده اصلا من الاول، عملنا ايه في البرودكت، عملنا ايه في الويب سايت، عملنا ايه في الماركتنج، وخامس حاجه ارقامنا. مش عايز اطول عليكم في الكيس ستادي دي صراحه، واللي يكون فاكر ان انا هخش في تكنيكال واوريه حاجه تكنيكال ازاي تفتح شوبيفاي او الكلام ده كله، ده مش في الكيس ستادي، ده في الكورس. هنا في الكيس ستادي انا بقى بشغل لك دماغك ووريك حاله
عشان تفهم كويس قوي الحاله دي احنا عملنا فيها ايه، وتقتبس من الحاله دي والحاله دي والشخص ده والشخص ده عشان تعرف تعمل حاجه في الدروب شيبينج. اقفل باب اوضتك وركز معايا عشان اقول لك قصه الستور ده جت منين والخساره في الاول جت منين من الاول. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الاول حاجه قصه الستور ده ابتدت لما انا كنت عايز اعمل كيس ستادي مفصله، مش ريزلت بتاعت ستور شغال او حاجه وقديمه، لا انا عايز اعمل حاجه جديده ومش عايز اصرف فيها كتير. فاتجهت لبرودكت مش عايز ارشحه ولا حتى اقول لي اسمه، بس كان من البدايات وانا كنت عامل له تيستنج قبل كده وبعد كده فشل معايا. عملنا ستور وحطينا $1000 مع انفلونسر، خدت $999 بالظبط، 999 يورو، وما اشتغلش. فادي اول خساره. قصه الستور ده من البدايه جت عن طريق واحد من تيم ممبرز. طب انا يا سيف ما عنديش حد من فريق ولا عندي فريق ولا اي حاجه خالص. الفكره مش في كده، الفكره ان انت معاك ايكون بلاكر. فالفكره كلها انك بعد الفيديو ده هتطلع تعرف انت الفكر تبع البرودكت هيمشي ازاي. انا مش جاي اوريك تكنيكال او تقنيات ازاي تجيب البرودكت، مش هي دي المغزى. اي حد هيعلمك التقنيات، احنا مش بتاع التقنيات ده يا جماعه. بنعرف هنشرحها لك وكل حاجه، بس الفكره كلها انه انت الدماغ لو مش متظبطه مش هتعرف تجي ايدك، مش هتجيب لك ولا حاجه. فالفكره اني قال لي سيف البلاك هيد ريموفر ده كان شغال معانا قبل كده، طب ما تيجي نعمل اي حاجه تانية تبع المود ده. قلت له طب وليه نعمل حاجه تبع المود؟ ما تيجي نعمل ده تاني بس ببرودكت مختلف. يبقى اول حاجه جت انه انا يا جماعه العجله معموله، قصتها مغزتها العجله معموله، محدش يقعد يفكر هيخترع العجله دي ازاي. البرودكت موجود، ما تقعدش تفكر ان البرودكت اللي انت لازم تجيبه ده لازم يكون بيطير وليه جناحات للاسف في ناس اصدقائي هم ليهم تكنيك وهم ناس صح وانا صح وكلنا صح، بس الفكره كلها هو بيبقى بيحاول يعقد الامور عشان البرودكت يبقى بيحط السبوت عليه. يا جماعه في ناس في الدروب شيبينج بتبيع ولا حاجه يعني منتجات ممكن تكون بتبيع، يعني دي بتبقى اشك عنهم، فيها كواليتي عن اللي هم بيبيعوه بس بيعرفوا يبيعوه. الموضوع كله بيع، مش ان انا اقعد اجيب برودكت واقعد اجيب ويننج برودكت. واتكلمنا عن الموضوع ده في حاجات كتير، في حلقات كتير، خش على الشانل واتفرج. نيجي على النقطه اللي بعد كده. فعلا خدنا البلاك هيد ريموفر وعملنا ستور مكون من 8 منتجات بس مركزين على البلاك هيد ريموفر ده. يبقى اول حاجه كده نخش بقى على اول سيكشن تبع الكيس ستادي، هو البرودكت. اول حاجه كان بيوتي، كان كاتيجوري بيوتي، كان مكون من 9 منتجات من ضمنهم البلاك هيد ريموفر. كان المين، كان زي ما بنقول كده احنا اللي مركزين عليه، مطلعينه باجدد شكل من البلاك هيد ريموفر. طب يا سيف انا اجيب اجدد شكل ازاي؟ ببساطه هتجيب اجدد شكل على علي اكسبريس او علي بابا وما يكونش عليه اوردرات، ما في اشكال تانية عليها اوردرات كتير قوي يعني. فالفكره كلها ان خلاص طالما الكونسبت عليه اوردرات خد اي شكل من الاشكال. فكر معايا، يعني البلاك هيد ريموفر اللي هو تحت ابيض وفوق برونزي ده هو اكتر حاجه شغاله. الستايل ده انا مش عايز اعمل الستايل ده، انا عايز اعمل شكل جديد تاني منه بقى، في شاشه ديجيتال بقى وحركات ودنيا وكاميرا ومش كاميرا وحاجات بقى ايه سبيكس جامده قوي. يبقى كده احنا خلصنا جزء البرودكت تماما. طب ال7 منتجات يا سيف اللي انت عملتهم، انا بكلمتك على البيست سيلينج وده احنا كنا راسمينه من البدايه وده اللي تم فعلا. نيجي بقى كده على الداشبورد اثباتا على كلامي. عندك $18,000، 5000 واحد دخلوا، 3% عملنا 161 اوردر، وكان الاوردر فاليو $113. البيست سيلينج كان البلاك هيد ريموفر. بقى كده هوريكم تاني برودكت يا عم، الفيس ليفت. مش هوريك بقى بمنتجات تاني. بعنا في يونايتد ستيتس، وطبعا كنا بنبيع من الموبايل عشان اكتر حاجه، عشان طبعا الانستجرام. حلو قوي.
طبعا عمليه الريفرش مطلوبه. طبعا هنعمل ريفرش تاني اهو، الدنيا تمام حلو قوي. فبالتالي مغزى المنتجات، شوف اي منتجات انا وغيري بيتكلموا عليها كتوب 5 توب 10 برودكتس، دراسه اتفرجت على 10 حالات كلهم بيتفرجوا على بيتكلموا على البلاك هيد ريموفر، كلهم بيتفرجوا على حاجه معينه. وبعد كده حاول تجيب نفس المنتج ده بس الاكثر تطورا. طب انا كسيف عندي تكنيك تاني، لو حد عنده سبلاير ممكن يكلمه يقول له هات لي اجدد حاجه من ده. السبلاير هو اول عين بتشوف البرودكت قبلك انت اصلا، وانا استخدمت التكنيك ده برضه. كل حاجه ليها علاقه بالبرودكت اتقالت. طيب تاني حاجه جينا للويب سايت، هعلمكم تكنيك بتعلم في كورسات كتير قوي محدش هيقوله لك غير انا بحب في كل كيس ستادي يا جماعه اركز في حاجه معينه، وبحب ان انا كل كيس ستادي يكون فيها معلومه جديده. ما انا لو كل كيس ستادي لو كل ريزلت يا جماعه هطلع اعمل عليها كيس ستادي هقول نفس الكلام، زي ما في ناس كتير قوي. طب اقول لهم ايه؟ طيب في ناس بتقعد تعمل توب 10 برودكتس بتبقى فيديوهات ساعه وساعتين بتبقى خلاص. المهم مع كل كيس ستادي لو انا بطلع اتكلم على الكيس ستادي هقول نفس الكلام، بس انا بقول الحاجات ايه البهارات. عشان كده احنا ما بننزلش بشكل كبير، بس هنستمر كل فيديو يكون فيه معلومه جديده على الاقل. بصوا يا جماعه كده، احنا اكتر حاجه ركزنا عليها في الويب سايت، احنا كسبنا في الاول حاجه بسيطه. طيب ليه؟ عشان نعمل محتوى. طب المحتوى ده هنحطه في السوشيال ميديا؟ لا. بصوا كده يا جماعه، يوم 18 عملنا $200، كان اعلان صغير قوي 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 مع مايكرو انفلونسر. طب ليه؟ كانت دي واحده كانت خدت منتج مجانا. طب ليه؟ عشان انا اصريت. البلاك هيد ريموفر كان من حلاوته اي برودكت الواحد بيطلع يستخدمه على وشه ويقعد يتكلم ويعمل لك توتوريال. الموضوع زي ما بنقول كده تحفه. ودي كانت يوتيوبر بس صغيره، كان عندها 3000، كانت لسه مبتديه اليوتيوب شانل بتاعتها. وهحكي لكم التركايه اللي خلتني انا من منتج مجانا بسيط قوي مع واحده يوتيوبر جابت لنا الريزلتس دي. انا خدت المحتوى بتاعها وحطيته في البرودكت بيج. طب يعني يا سيف البرودكت بيج اللي انت عملتها ده جزء الويب سايت يا جماعه. اول حاجه عملتها كانت ام 272 دي كانت ممكن تجيب لي اكتر على فكره. عشان كده بعد ما عملنا بومينج. كانت اصغر واحده كانت هنا، بس انا كنت استخدمتها عشان تديني الكونتنت ده انا احطه في البرودكت بيج بفيديوهاتها بحواراتها بدنيتها بالبراند بتاعها بكل حاجه احطه في البرودكت بيج. اسهل واحسن حل لكونتنت البرودكت بيج تعمله من انفلونسر. خطر ومحدش هيقولك التركايه دي، وهتلاقيها في براندات زي هي سيلك سكين والكلام ده كله. هتلاقي من كل المحتوى اللي بيتحط في الويب سايت من انفلونسرز. يعني انا يا سيف انت عايز تقول لي ان انا المحتوى ده ما غذيش بيه السوشيال ميديا بس؟ غلطان. اي نوع من انواع العرض استخدم فيه كل المحتوى اللي معاك. يعني الويب سايت ده عرض، يعني طريقه عرض، فيزيبيليتي. السوشيال ميديا فيزيبيليتي. فالفكره كلها ان انا استخدم التوتوريال فيديو اللي هي عايزاه، واحده كاتباها الهاو تو يوز، الانبوكسنج، الكلام ده كله، كل ده اعمله بورتس في السوشيال كل ده اعمله بورتس في البرودكت بيج بتاعتي، او اعمل منتجه للفيديوهات اللي مسلمها لي الانفلونسر اللي هي جايبه لي مبيعات اصلا واحطه في البرودكت بيج. وانا كنت متوقع وهقول لك يا ريت تعتبر ان ال $272 دول انا اتفقت مع واحده ب1000. تخيل يعني ممكن اخسر $750 عشان بس اعمل الحركه دي. فالفكره كلها ان هي جت معايا كسبان، بس انا ما كنتش عامل حسابي على كده. فبرضه ما تعملش انت حسابك على كده. انت المغزى من الاعلان ده مش المبيعات، تمام؟ هي جت معايا بمبيعات، بس انا يا ريت تعتبرها ان هي مش مبيعات. ودي كانت تركايه الويب سايت في الكيس ستادي دي. بعد لما اشتغلنا على الويب سايت ده كنا احنا متفقين ان يوم 20 هنبتدي الاعلانات بتاعتنا. عملنا اعلان
وبعد كده دخلنا في الاعلان التاني التالت والرابع والخامس والسادس والسابع. وهنا برضو يا ريت بقى، هنا بقى عرفتوا احنا بنعمل ايه. هنا اهو ده برضو اعلان لبرودكت تاني هنعمله نفس الموضوع، وهو ايه؟ الفيس ليفتنج. عملنا له برضو نفس الموضوع، انفلونسر وكذا وكذا، والدنيا شغاله نفس الموضوع لحد لما تبني البرودكت بيجز كلها بتاعتك. بس انا كنت استثمرت، طلعت من جيبي في البلاك هيد ريموفر، بس في الفيس ليفتنج لا، عملنا هنا مع انفلونسر برضو صغيره واشتغلنا معاها. طيب نيجي بقى للماركتنج. احنا اتفقنا مع 8 انفلونسرز، بس من ضمنهم واحده جالها ظرف، حاجه اسمها ميدل انفلونسرز. نيجي بقى للماركتنج والجزء اللي كل الناس بتحبه. احسن طريقه واللي انا هستخدمها برضو في الكورس كتستنج هي كل ده. خلي بالكم يا جماعه، انا بتست لحد لما هرمي كل ده في يوم واحد. هرمي ال20,000 دي كلها في يوم واحد، هرمي كل ده في يوم واحد. ماكروز بقى كبيره. احنا بحب انا الميدل انفلونسرز الفتره دي قوي. ليه؟ المايكرو بقى عليها ضغط كتير، الكبار بقى عليها ضغط كبير. الناس اللي من 50 ل 200 هو ده اخر ابديت الناس شغاله بيهم كويس قوي. من 50 ل 200 انفلونسر، من 50,000 ل 200,000 فولورز على انستجرام. يفضل يكون عندهم يوتيوب، يفضل جدا يكون عندهم يوتيوب. يفضلوا ان هم بيحبوا يطلعوا يتكلموا في فيديوهات كريلز. الفيديوهات دي اتعملت ريلز كمان، عشان تعرفوا ان ده لو كانت ستوريز كانت ريل وكانت ستوريز الاتنين. عشان كده الجراف عامل كده، لان الناس كانت فعلا بتحب تتفرج على البيوتي ستوريز وريلز، عشان الناس بتحب تتفرج على التوتوريال بتاعهم، سكين كير روتين والكلام ده كله. البنات بتحبه مهما كانت، هم بيجيبوا اكتر واكتر كمان. لو واحده عندها هير، لو واحده عندها بلاك هيد ريموفر ممكن تجيب واحد تاني وتالت. بيبقى عندهم حب التجارب، خصوصا ان الانفلونسر بتلعب على الموضوع ده. وكانت عشان اختار انفلونسر كانت النقطه الثالثه ان هي تكون بتعمل النوع ده من الفيديوهات بشكل كبير. طب يا سيف، انا لو عندي اي حاجه تانية، لو عندي فتنس، واحده بتحب تصور تمارين، لو واحده فاشن، واحده بتعمل حاجه اسمها تراي ان هول. التراي ان هول ان هي مثلا بتجيب كولكشنز كتيره، مثلا وينتر كولكشن، وتقعد تلبس قدام الكاميرا وتقعد تتكلم عن اللبس قدام الكاميرا، تقعد تتكلم. لكن الفيديوهات اللي هي بتبقى عامله كده بنقعد نشغل مزيكا والكلام ده كله بتجيب، بس مش بالطريقه ان انا اتكلم سوق لي بالي. عشان كده برضو معلش انا هرجع نقطه صغيره للبرودكت. في برودكتات ما فيهاش كلام، يعني بتاع زي كده، هي دي انا هعمل فيها توتوريال. اعمل ايه؟ هي ورقه بجيبها وخلاص، شكرا مع السلامه. هل انا اقدر اعمل دروب شيبنج لده؟ لا طبعا. هبيعه؟ ممكن حد امازون بيبيعه، بس انا ما ببيعوش. فالبرودكت كان مساعد قوي في الانفلونسرز ان هم يعملوا الموضوع ده. 3 صفات كنت محترمهم في اختيار الانفلونسرز دول. والحاجه كمان المفاجاه في الموضوع انه لما تكون واحد عندها يوتيوب شانل وهي لسه طالعه، بتحط لك الفيديو بتاعك في اليوتيوب، والفيديو بتاعك بيكبر معاها زي ما بيكبر. يعني السيلز اللي جت حرفيا النهارده مش من كلها من الانفلونسر اللي هي نزلت ده، لا من قديم، وفي حاجات من قديم برضو. الفكره كلها يا جماعه ان الداشبورد اللي هو عامل كده ده، اللي هو طالع ونازل، ما بقيتش انا بحبه قوي. يعني احنا لما نزلنا في يوم كان في مشكله اصلا في الستور، حصلت مشكله في الستور وتكنيكال ايشو كده، وشوبيفاي ساعات بيخرف كده ساعات. بس الفكره ان احنا كان نفسي ان هو يمشي كده كلها ماشيه، وفعلا الاعلانات دي كلها كان المفروض يبقى ماشي حوالي الاسبوع ده كله. كنت مخطط انه يمشي كله انفلونسرز، بس حصل مشكله. وفي اليوم ده برضو في انفلونسر تعبت وما عملتش الاعلان بتاعها.
ودي باختصار شديد الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها في الماركتنج. سر في الكيس ستادي دي ان ما تحاولش تجيب برودكت جديد تماما، حاول تجيب برودكت بيتعمل توتوريال وبتشرح وليه entertaining useful content. يعني ايه entertaining useful content؟ يعني محتوى ممتع مفيد. ده بالنسبه للست. ونتعامل مع الميدل انفلونسرز، مش الكبار ولا الصغيرين قوي بشكل اساسي. والحاجه الاخرانيه، استخدم محتوى الانفلونسر عندك في الويب سايت قبل لما تنطلق، حتى لو هتخسر شويه فلوس. طيب نيجي بقى لارقامنا كده يا شباب. احنا انا عايز احط الخساره في الاول اللي هي ال 999 يورو. دي في الخساره. طبعا انا لو كنت يأست من 999 بس يعني مش بتاعنا اللي ما بنعرفوش يعني. ياما خسرنا يعني، ياما كسبنا. في الاخر you must pay to play. لازم تدفع عشان تلعب. مفيش حاجه ببلاش. هتتعلم بفلوس، يعني بفلوس. لا اما هتتعلم من حد صرف فلوس، سكه ودغري من الاخر. بصوا، $1000 وصرفنا ماركتنج $1900 للانفلونسرز. كل واحده اخدت 200 300 250 بس توتال 1900. الكوج اللي هو الكوست اوف جودز كان 7769. طب يا سيف دول 160 161؟ لا، هم 270 ايتم، لان كان في حاجات 1 ايتم و2 ايتم و3 ايتمز. طبعا والفيز انا بحطها 10%، سواء بقى شوبيفاي والباي بال والسترايب والكلام ده كله. نقول 1800. يبقى كده اللي طلع من جبنا 12468 ناقص 18225، يبقى كسبنا $5756 في جبنا في 3 أسابيع. يعني كنا بنكسب حوالي $1200 $1300 في الأسبوع بشكل يعني تجريبي، بشكل ممتع، بشكل لذيذ قوي. الكوست اوف جودز كان فيها باكجينج، وكان فيها البرودكتس بتاعت الانفلونسرز، كان سبلاير عامه بالشيبنج بكل حاجه. طبعا احنا كنا بنبيع في مين ماركت اليو اس اي. وبس كده نبقى خلصنا. انا عايز الناس تخمن ايه البرودكتات الثلاثه اللي تحت دول اللي متشفرين، عشان عايز اعمل عليهم، عشان فيهم واحد استحاله مش نازل اصلا في علي اكسبريس، وانا هقوله لكم وهديكوا ليه سبيشال لينك في علي اكسبريس لو حد جابه صح. هو تبع البيوتي وتبع الوش. بس كده مش هقول. اشوفكم على خير، وما تنسوش تابعونا على كل السوشيال ميديا وكل البلاتفورمز. شكرا، السلام عليكم.